الجماهير تواجدت في العاصمة القطرية الدوحة، الجماهير السعودية وتحديدا الهلال الزعيم تواجدا للمؤازرة غدا أمام الأخوية. ماذا قالت جماهير الهلال؟ نستمع نشاهد. جماهير الهلال السعودي وبعدما حرمها الاتحاد الأسيوي من حضور مباراة الذهاب أمام الأخوية في الرياض في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بسبب العقوبة، ها هي اليوم تحضر إلى الدوحة لمؤازرة فريقها. كاميرا بي ان سبورتس كانت حاضرة مع الجماهير الهلالية ورصدت لكم هذه التصريحات. لا ما حسمت المباراة، لعبنا شوط باقي شوط، وإن شاء الله بعد نهاية المباراة حنقول إن حسمنا المباراة. طيب ايش رايك فريق الأخوية؟ الأخوية كل فريق بالنسبة للمستوى الدوري القطري كله كويس، لكن بالنسبة للدور البطولة الآسيوية يعني نوعا، لكن إن شاء الله احنا ثقتنا في نادي الهلال أكبر من كده إن شاء الله. والله شوف الهلال عطاهم 4 في الذهاب، صعبها عليهم، مو مستحيلة بس إن شاء الله الهلال يخلصها في الإياب بعد ثلاثية. لا والله مباراة صعبة، يعني فيه وسط الأخوية وسط قوي، لكن نفس الشيء الهلال أقوياء، ودونيس مسوي شغل كبير بالأظهرة مع اللاعب الجديد محمد البريك، فأنا واثق بإذن الله التأهل الهلالي. لا ما حسمت المباراة الآن، بكرة بعد المباراة تنحسم إن شاء الله. 80% تقريبا حسمت، لكن حسم لا ما فيه، لأن الهلال ما تأهل. لو الهلال تأهل نقول لك حسمت المباراة، لكن لا الآن. بس الهلال إن شاء الله بكرة نبي يحسمها بإذن الله.